السلام عليكم. هو ايه اللي بيحصل في تونس؟ لو ما تعرفش فالدنيا مقلوبة في تونس من امبارح، وفي مظاهرات كبيرة شغالة في الشوارع بتطلب بعزل الرئيس قيس سعيد. وانا كمان مش هسيبك تعدي على الخبر ده كده من غير ما تفهم القصة. الصورة اللي قدامك دي يا سيدي دي من شوارع تونس. الشعب التونسي نزل الشارع وناويين يعملوا في قيس سعيد زي اللي اتعمل بالظبط في 2011 والمسمى بالربيع العربي، ورافعين شعار جاك الدور جاك الدور يا قيس سعيد يا ديكتاتور. ومن الواضح كده ان ده الفصل الاخير في حكاية الرئيس، وان هو ابتدى من نزول الناس في الشوارع بداية لعزله. وده مش تحليل من الشارع بس، لا ده كمان وصل لدوائر اكبر بكتير. يعني مثلا رئيس مركز الابحاث في معهد لندن للدراسات الاستراتيجية مأمون فندي قال ان تقديرات بريطانيا ومصادر تانية عن اجهزة اوروبية بتقول ان ايام قيس سعيد في الحكم باتت معدودة. عشان ترجع يعني لحجم الصدمة لازم ترجع معايا كده لبداية القصة. يوم انتخاب قيس سعيد رئيس لتونس كل شعوب الشرق الأوسط كانت مستبشرة وكان في حملات دعائية كبيرة في كل مكان، وكمان أفراح وهتافات من قلب كل العواصم في كل الدول العربية، لأن كله طبعا كان واخد النساء تونس يعني زي مرجع للثورات العربية أو للربيع العربي ككل. ناس كتير وقتها قعدت قدام الشاشة كانت مستنية النتيجة، ولسان حالها بيقول يا رب قيس سعيد يكسب. وكانت الفرحة أكبر لما المعارضة نفسها استغربت إزاي واحد متدين وبيصلي في المسجد ممكن يكسب جوه تونس. ده عشان تونس معروف إن هي علمانية وعندها موضوع التحرر زيادة حبتين. وقالوا وقتها ده واحد من الشعب عارف ربنا وبيصلي الخمس صلوات. طبعا الناس قالت يا فرج الله. وفعلا في أول خطاب ليه يعني أستاذ جامعي بيتكلم عربي فصيح بطلاقة، الكل حس إنها بشرة خير. بس للأسف الأيام عدت والصورة اتغيرت يوم بعد يوم لحد ما احنا وصلنا للحظة دي. ونفس الهتاف في الشوارع طلع يعني طلع برضو قبلها على بشار بيتردد دلوقتي في الشارع التونسي. بمعنى ان اللي حصل ايام بشار لما الناس كانت عايزة تشيله هو اللي بيحصل دلوقتي مع الرئيس التونسي قيس سعيد. طب ايه اللي خلى الموقف يولع بالمنظر ده ونوصل للمشهد اللي احنا شايفينه او المظاهرات اللي شغالة في الشارع بتطالب بعزل قيس سعيد؟ بحسب وسائل اعلام تونسية بيقولوا ان في حركة من المجتمع المدني اسمها حركة نفس هي اللي دعت للنزول وسط العاصمة تحت شعار اسمه يكفي يعني كفاية. وده اول تحرك احتجاجي بالحجم ده من سنين، فعلا ده ما ظهرش من 2011. والسبب كمان مش سياسي بس، لا ده كمان اقتصادي ومعيشي في المقام الاول. الناس مش لاقيه تاكل، طبعا غلاء الاسعار، تدني الخدمات العامه، تعطل برامج توظيف العاطلين، وكمان الانقطاع المستمر للكهرباء في عز موجة الحر الشديدة اللي البلد شايفاها أو العالم كله شايفه، وكمان أزمة المية مع تدهور الخدمات الصحية. يعني الناس نزلت لأن الحياة اليومية بتاعتها بقت صعبة والناس ما بقتش قادرة تعيش، ففاض بيهم الكيل، قال لك كده خربانة وكده خربانة، ننزل بقى نشوف حقنا في الشوارع. ركز معايا في التفصيلة دي كويس لأنها مش صدفة. المعارضة دلوقتي بتتهم قيس سعيد إنه بيقوض الديمقراطية وبيأيد الحريات. بيأيد من هنا يعني تقييد، يعني بيمسك الحريات أو بيمنعها. وهو من ناحيته بيقول إن هو بيحارب الفساد والفوضى وبيتصدى لمحاولات تفكيك الدولة. طبعا أي ديكتاتور بيقول الكلمة دي. في الآخر يعني القصة مش بس قصة رئيس، دي قصة أمل عربي كبير اتعلق في راجل الناس قالت إن يعني في أمل من وجوده، ودلوقتي نفس الناس اللي دعت له بتطالب برحيله. الساعات الجاية هتكون ساعات مهمة، وفي يعني وهي اللي هتحدد الفصل الأخير. ولو وصلت لهنا استأذنك تعمل لنا فولو وما تنساش المتابعة والكومنت، واشوفكم على خير. سلام.